السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. نبداو الفيديو ديالنا إن شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ما كتشوفوا اليوم غير ديال الخضورة البقولة. هنايا كنت وصيت السيد يجيب لي البقولة والقنارية وبيضات بلديين. ايوا تبارك الله جاب لي، لقى القنارية قدامه، جاب لي كل وحدة وحدة، ما نقول لكمش قداش تبارك الله كبارين، جاب لي 3. ايوا البقوله وبيضات بلديين. البقوله هنايا خديتها، المهم قلت نحيدهم عليا، انا ما غنستعملهمش هذا النهار، ولكن قلت نحيدهم نغسلهم ونشفهم مزيان. يعني البقوله تغسل مزيان وتشبع ماء ون... ونخليها تقطر، وديك الساعه عاد ندوز باش نقادها، نقطعها ونفورها. والقناريه حتى هي غادي نقيها. القناريه انا في التنقيه ديالها كناخذ لها غير القليبات، يعني داكشي الدخلاني كنحيد لها تقريبا نص الكثير، داك الفوقاني كامل كنحيدو، كنخلي غير القليبات الدخلانيين هما اللي كان نقي. كيف ما غادي تشوفوا معايا، يعني ديك 3 ديال الحبات ديال الربطات، راه تبارك الله كل ربطه فيها شي 5 الريوس. عطاتني غير هاد الكميه، انا كندير فيها غير القليبات. هنا درت لها الحامض وصافي، غسلتها. من بعد ما غسلتها غندير لها الحامض، لا يا ربي ما غسلتهاش، غندير لها الحامض ونخليها غير في الثلاجه. نديرها في الميكرو ونخليها في الثلاجه لتحت، ما نديرهاش في الفريغو حتى نبغي نطيبها لا غد ليه. وهنا البقوله من بعد ما نشفتها هنا دزت باش غادي نقطعها. نفعاني هاد الهاشوار هادي والله العظيم الا كتنفع، رحمه ديال مولانا. تبقاي تقطعي بيديك، يلا يلا كتقاتلي معاها. ايوا هادي واحد 3 ديال الضربات ولا 4 ديال الضربات وهي كتخرج بحال اللي مقطعاها بيديك. صافي غادي نكملها هكا كلها. غادي نديرها مع شويه ديال الربيع، شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر، غير شويه لان غادي نشرملها ضروري. كتبغي القزبر في الشرموله. انا كنوريكم حتى يديا كي ولاو كحل، راني عاد درت لهم الحامض. كان ما درت لهمش الحامض ما عرفت كي غيوليو، ولكن ماشي مشكل، الحمد لله على كل حال. كنقيو غير خيرنا، اللهم لك الحمد. صافي غنديرها تبخر مع ضريسه ديال الثومه، تندير لها حتى الثومه. وهنايا عندي القوق الغديوه ديالي غنشاركها معكم. القوق بغيت نسلقو. هذه هي الطريقه، كنحيد له ديك الجديرات، داك العود، وكنحيد ليه داك العويد، الوريقات الرقيقين، وكنضرب ليه غسله وكنفضو. يعني ضروري ما كنضرب ليه، كنبقى نضربو مع البوطاجي ولا المهم لافابو، ولا باش هكا الا كانت فيه شي بخوشه ولا شي حاجه كتخرج. وكندير الماء فيه الملحه في الطاوه وغردو يتسلق. كاين اللي كيقسموا على جوج، انا ما كنقسموش، كنخليه هكاك حبات صحاح. وفاش كيتسلق كديري معاه لاصوص ديالو، هي الحامض ومليحه وبزار وشويه د المعدنوس، كتجي غزاله. واللي كيبغي، انا كيعجبني ناكلو هكا، وانتم تاكلوه كيف ما بغيتو، انا عطيتكم الطريقه وصافي. وغندوز باش نوجد الفليفله، الدنجال. غندير زعلوك ديال الدنجال والفلفله. هنايا خديت 3 ديال الدنجالات، وغادي ندير لهم غير 2 فلفلات وواحد 2 ديال المزاود، وغنديرهم يتشواو فوق البوطه. صافي. عادي الدنجال راكم عارفين، زعلوك عادي. غادي ندير له مطيشه ديال مطيشه، غنقطع واحد الحبه ديال المطيشه، وندير له القزبر والثومه وزويته بلديه وفلفله حمراء والكمون وشويه د الحار. ضروري مشي مزيوده تكون مدقوقه يا اما مع القزبر اولا نقطعها، وانا دايره مزود، يعني ما غاديش نحتاج ندق معاهم الحار. صافي. وغادي ندير الرز سلقته، والمايس والطون. وغادي ندير طواجن ديال الملوخيه. هادشي اللي غادي ندير في الغداء، يعني غديوه خفيفه دغيا دغيا وصافي. داكشي اللي غناكلو. ماشي بالضروري الواحد يبدا يكثر عليه شحال من حاجه، وهذا اللي قسم الله يديرو، يعني اللي عندك قضي به في الدار. هادشي اللي كاين. وهذا الوقت حاليا، في هذا الوقت ولينا عايشين باللي عندك في الدار تقضي به، والحمد لله على كل حال. هنايا المهم الطواجن ضروري غير هاد الطاجن، لان غير انا اللي غناكل الملوخيه. انا الملوخيه كيف ما قلت لكم كان نخبيها عندي العام كامل، كنشريها في الوقت ديالها وكنغسلها ونقيها ونخبعها تتبقى الصراحه زوينه، يعني ما تتوقع لها حتى شي حاجه. هنا قسمت داك الربيع اللي طحنت ديال القزبر والثومه، خديت شويه غنديرو في الطاجين ونردو
على ما مطيشه ترخى عاد ندير ليها حتى هي العطريه، وندير ليها ال- الملوخيه. والعطريه حتى هي فيها غير الكمون، بحال اللي غندير بزعلوك، الكمون وفلفله حمراء وشويه ديال البزار. وهنايا مطيشه راني شحرتها، وكندير داك الدنجال، وغادي ندير زويته وندير الربيع وندير كما قلت لكم العطريه وصافي، الفلفله حمراء والكمون، هادشي اللي غادي ندير صافي. وهنايا نتوما كيف ما شفتوا الرز اللي سلقاه، درت له غير مايونيز، وكندير ليه شويه د الملحه وشويه ديال البزار والطون. وهنايا راه وجدات ليا الزعلوك، شفتوا كيفاش كتجي صافي. والغديوه ديالي ساهله وخفيفه، يعني الواحد بلا ما يكثر على راسو. الطواجن ها هو تيغلي صافي، قربت هو يطيب نطفي عليه. ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديال هذا النهار، وما تنساونيش بالاشتراك في القناه واللي دخلت للقناه ديالي اول مره نقول لها مرحبا بكم. مرحبا بكم عندي في لاشين ديالي. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم وما نكونش ثقيله. وانا كنحاول نشارك معكم وصفات اللي هما بساطين وشي حاجه اللي في المتناول، يعني كنعطيو غير افكار لبعضياتنا. ايوا هنايا انا كنشارك معكم الغديوه. هو هذا الخبيز انتما كتشوفوا تبارك الله كيجي الخبز غزال. ايوا الغديوه من بعد ما وجدات ليا هنا زويتنا ديال المسلاله وتبارك الله. انا الدراري هنايا راه تبارك الله خداو كلاو الروز صبقوا به، هما ما عندهمش لا مع ملوخيه، ما عندهم غرض. عندهم فاش كيكون الروز هكا بالطون والمايس صافي غير هو اللي كياكلوه صافي. ما عنديش مشكل حتى انا. وانا هذاك الطويجن صوبتو ليا وزعلوك خلاص، اللي بغى ياكل معايا راه غياكل، ولا ما بغاوش ما كاينش مشكل، هما كيكتفيو غير بالرز صافي. وهذه هي الغديوه ديالي، وغادي ندوز باش غنشارك معكم المزاود مرقدين. الطريقه ديال المزاود مرقدين غنشاركهم معكم ان شاء الله. هنايا خديت المزاود كيف ما كتشوفوا هاد المزيودات هادو ضروري ما خصني نرقدهم، ضروري كل عام كنرقدهم. الطريقه الاولى اللي كندير ديال الزيت والملحه، الزيت بلديه والمليحه، وكنرقدهم ونسد عليهم كنفلحهم باش كتدخل لهم ديك الزويته والملحه ونخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. هنا الطريقه اللي غادي نشارك معكم، هنا خديت رابعه، انا خديت غير رابعه لان عندي واحد القرعه مرقداها. قبضتهم غسلتهم مزيان وكنفلحهم، ضروري ما نفلحهم بالموس. درت القرعه هنا خديت درت لها الملحه، وغادي نقبض ناخذ دوك المزيودات كيف ما كتشوفوا غنستفهم كاملين في وسط القرعه. من بعد ما حيت لهم نقص لهم داك العود اللي كيكون فيهم طويل و... وصافي غنستمر على هذا الشكل هكا حتى غنكملهم كاملين. ديك الساعه غادي ناخذ غندير ليهم الخل، الطريقه هذه ديال الخل والماء والحامض، وندير لهم تنسيمه غير ديال الثومه وورقه سيدنا موسى. كيجيو زوينين هاد الطريقه، كيجيو بحال اللي محمضاهم، يعني بحال هذاك اللي كتشريوهم عند موز الزيتون، كيجيو زوينين بزاف. آه، فايت لي دائما كندير انا الطريقه ديال الزيت، وبما ان الزيت تبارك الله ولات غاليه، ما آه، شحال قدك غادي تبقاي ديري وصفات ديال الزيت بلديه. الزيت بلديه ولات دابا 100 درهم الليطر، زعما راه الله يدير شي تاويل الخير وصافي والله العظيم. كانت شحال هذه الزيت تبارك الله، ما كاينش الدار اللي كتدخل وما تلقاش فيها. دابا الاغلبيه ولات كتجي قاصحه، راه باش تشري واحد الكميه الخمسة يطرو ولا بواحد الثمن اللي هو غالي بزاف، راه قاصحه والله العظيم الا قاصحه. يلا كنتقاتلوا معاها باش المهم خصها تكون عندنا وصافي. ما كنقدوش انا بعدا والله ما كنقدر نبقى بلا بيها، ولكن الواحد يحاول ما امكن انه يحاول عليها، لان بزاف باش توصل لهذا المبلغ اللي هو قاصح بزاف على الناس والله العظيم. الله يدير شي تاويل الخير. هذا علاش قلت ندير هاد الطريقه هذه كتجي زوينه، وكنديروا بها حتى الفلفله حتى هي كنرقدوها كتجي غزاله. راه ولدي عرفتي راه عرفتي شحال هو تابعني عليها. ويلا خديت الفلفله، واخا كتكون عندي ما عنديش القرعه باش نصاوبها ليه، باش خصني شي قرعه ولا شي المهم قرعه تكون كبيره باش ندير له كميه كبيره حتى هي كتجي غزاله ملي كتحمض. ما نقول لكمش واحد المذاق كيولي فيها اللي كتجي لذيذه بزاف، يعني تحطيها هكا كمقبله في الطبله معاهم بحال شلاضه وصافي. هنايا خديت
3 ديال الدريسات ديال الثومه. المهم نتوما ديروا على حسب الكميه اللي بغيتو، ولا عندكم كان عندكم كثير الثومه ما كتعطيها غير نسمه وصافي، ما غادي دير لها حتى شي حاجه، حتى هي مزيانه. وخديت وريقات ديال سيدنا موسى، درت غير 3 ديال الحبات صافي، وغادي نضيفهم. ومقطعه الحامضه، لقيت عندي غير حامضه، واحد الحامضه صغيره بلديه هي اللي لقيت عندي، حامضه مقطعه حتى هي طريفات طرونش، وغنديرهم من الفوق صافي. غادي ندير واحد الكميه ديال الماء، والنص الاخر غادي نكملو بالخل. وليت هنايا كما كتشوفوا زدت الملحه، هادشي اللي كاين. غنخوي الماء وغادي ندير الخل وغادي نسد عليها، وغادي نوريكم المزاود الاخرين اللي كنت موجده. كنت الاغلبيه كنت خديتهم خضر بزاف، هادو راه كلهم حمر، الاخرين كانوا مخلطين فيهم الحمر والخضر. فاش كيوجدوا كيوليو بحال قلت لكم، كيف ما بحال اللي كتمشي عند مول الزيتون وكتلقاي عنده المزيودات حارين مرقدين بحال هكاك. اللهم الانسان يصوب واحد الحاجه اللي ديال دارو وعارف شنو داير فيها، يوجدها في دارو ويخليها عنده هكا احسن. انا بالنسبه لي والله العظيم كنفضل، دائما كنفضل انني ندير الحاجه ديال الدار احسن من ديال الزنقه. وكل واحد كيبقى على حسب الوقت، واش عنده الوقت ولا ما عندوش شيء. المهم هنا كندير لهم الحامضه ديال الحامضه اللي بقات لي، قطعتها هكا وغادي نصافي وغادي نسد عليها. هذه هي الطريقه، وزوينه كيجيو زوينين. وهنايا قلت لكم ها هما المزيودات اللي وجدوا لي. شفتوا داك المزيودات اللي هذوك راه كانوا خضر، شوف كيفاش ولاو مزيانين. تيحتاجوا في بزاف ديال الحوايج، كنحتاجوهم في الشرموله راكم عارفين. البقوله كتبغي المزيودات، الحوت كيبغي حتى هو المزاود. المهم اي حاجه فيها شرموله ضروري ما نديروا منها نديروا فيها المزاود. وانا ما يمكنش ما يكونوش عندي، راني حتى ميبساهم عندي هكا وما يابسين، ميبساهم ما دقاهمش، مخليهم. فاش كنبغي ندير القطنيه ولا شي حاجه عدس ولا لوبيا كنرمي داك 2 حبات ولا فيهم وصافي. وهذه هي الطريقه ديالي ديال الترقات ديال المزاود. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والى اللقاء.